السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في فيديو جديد. هذا الفيديو غيكون خصيصا على الإيجار في كوريا الجنوبية، وكيفاش نقدر نكري في كوريا الجنوبية، واش الكرا غالي، وشنو المدن اللي تنصحنا نكريو فيها، اولا النظام ديال السكن اللي نقدروا نسكنوا فيه، وشنو هي الشروط اللي خاصها توفر فينا باش نقدروا نسكنوا في كوريا الجنوبية. فبالنسبه لك انت كانسان جيتي تخدم، نهضر بالخصوص على الناس اللي جاو خدامين في كوريا الجنوبيه او جاو عايشين باش يخدموا في كوريا الجنوبيه. فانا بدك اول حاجه كنصيحه للناس اللي كيجيو جداد لكوريا الجنوبيه الاساس الخدمه، فما تكريش في الاول، ما تربطش راسك بالكرا. من الافضل في الاول تكون في الفنادق، في الجيست هاوس اللي يقوشيوان اللي جيست هاوس، حتى تقاد امورك وتاخذ البطاقه الاقامه ديالك وداكشي تقاد امورك، ومن بعد تسير قلب على الخدمه. ملي تقلب على الخدمه راه اغلبيه الخدامين في كوريا الجنوبيه كيعطيوك السكن، يا اما السكن بالمجان يا اما السكن كيعطيوه لك لكن بالمقابل. وعلاش هذه مزيانه؟ لان الا مشيتي كريتي انت بوحديتك، مشيتي كريتي في واحد المدينه، اول حاجه خصك تسني عقد سكن. عقد سكن خصك دير الامضاء على الاقل هنايا في كوريا الجنوبيه يا 6 شهور يا عام، خصك دير عقد ديال 6 شهور يا عام. وإلا سنيتي داك العقد راه ما يمكنلكش تخرج من السكن حتى تكمل ديك المده. علاش؟ لان قبل ما تدخل داك السكن كتخلص واحد الضمان اولا رهن ولا ما عرفت كيفاش تيسميوه في المغرب، المهم انا سميتو ديبوزيت. كتخلصو وكيختلف من مكان لمكان ومن سكن لسكن ومن مدينه لمدينه. كيكون تقريبا $1000، $1500، $2000، حتى $10000، كاين اللي $700 على حساب المدينه وعلى حساب المنطقه وعلى حساب السكن. هذا كيتسمى غير الضمان بالاضافه للثمن ديال الايجار. الثمن ديال الايجار، المدن الصغيره ولا المدن اللي بعيده على العاصمه وداك الشيء تقدر تلقى $300، $250، $400. كاين حتى تقدر تلقى حتى $200 في الشهر. لكن هذه في المدن اللي مدن داخليه وراه جميع المدن في كوريا فيها الخدمه، راه ما كاينش فرق بين العاصمه وبين، راه كل المدن كامله فيها الخدمه. بالعكس راه كاينين شي مدن فيها الخدمه اكثر من المدن الكبيره. فالسكن في المدن الصغيره او المدن اللي بعيده عن العاصمه تيكون رخيص شويه، وحتى الديبوزيت ديالو او الضمان ديالو كيكون ناقص شويه مقارنه مع العاصمه، تيكون داكشي غالي بزاف. داكشي علاش ما كننصح حتى شي واحد جا جديد لكوريا باش يكري. الا كريتي كتسمى ربطتي راسك بواحد المدينه، مثلا انت كريتي مثلا، نديرو مثال مثلا ديغو، مدينه ديغو كريتي فيها ودفعتي الديبوزيت، سنيتي على عقد سكن لمده عام مثلا، راه ما يمكنلكش تخرج من داك السكن. تقدر انت تبغي تقلب على خدمه في ديك ديغو ما تلقاش خدمه، تعيا ما تقلب ما تلقاش خدمه في ديك ديغو، لكن الخدامي كاين في مدن واحده اخرى، ما تقدرش تخلي السكن وتمشي. علاش؟ لانك مربوط بعقد سكن. لذلك كنصح اي واحد جا جديد كوريا الجنوبيه ما تسكنش، يعني ما تكريش كرا خاص ديالك حتى تستقر في واحد المدينه وتخدم فيها وتشوف راسك مستقر فيها، من بعد كري وعيش في المدينه وصافي غتعرف السيستيم ديال المدينه. اما من ديبار تجي تربط راسك بواحد الكرا غتلقى صعوبه، تقدر ما تلقاش الخدمه في ديك المدينه. هذا ما كيعنيش ان ديك المدينه ما فيهاش خدمه، وانما تقدر انت ما تصادفش الخدمه في ديك المدينه وغتبقى محنسر واحد الوقت طويل بلا خدمه. هذه هي اللي ما كنصح بها حتى شي واحد، حتى دوز واحد الوقت في كوريا وتستقر. كري في لي غوشيوان لي جيست هاوس يكونوا رخاص، يمكن لك تدفع الليله ب$10 او لا تكري للشهر لي جيست هاوس ب$300 بدون ديبوزيت بدون اي حاجه. كتبقى ديباني فيه حتى كتقاد امورك وكتيسر امورك في كوريا، ومن بعد كتمشي تمشي تخدم. غالبا راه اغلبيه الناس هنا اللي في كوريا مغاربه وداك الشيء راه ساكنين في السكن ديال الخدمه اغلبيه. هذا النظام كاين في كوريا ان السكن كيعطيك الخدمه يا اما بالمجان كما قلت لكم يا اما بمقابل، وفي كلتا الحالتين ماشي مشكل. المهم هذا اللي كان بخصوص الموضوع ديال السكن، نتمنى لكم تكونوا استفدتوا. تحيه لكم، السلام عليكم.